الناس بتقول ان اللي بيحبك لازم يقبلك بعيوبك وانه ما يحاولش يغيرك، بس في الحقيقة الحب الحقيقي مش انه يتجاهل عيوبك، انما يشجعك على انك تتطور، يبني منك نسخة اقوى. الحب عمره ما كان استسلام للواقع، الحب هو التطوير المشترك، بيسموه mutual growth. زي ما قال الكاتب جاري تشيبمان في كتابه الشهير لغات الحب الخمس: الحب يزدهر عندما يكون شريكك جزء من رحلة تحسين الذات. بص على أمثلة كتيرة في حياتنا. شركة نوكيا مثلا كانوا ملوك السوق، بس لما وقفت مكانها وما طورتش، أبل وسامسونج خدوا مكانها. عمر التغيير ما كان ضعف، ده دليل على القوة والرغبة في الاستمرار. فاللي بيحبك مش هيقبل بأي حاجة، إنما هيشجعك وهيدفعك للأمام، وهيبقى موجود لما بتقع انت عشان يشدك لفوق. مش قسوة، ده حب حقيقي، لأنه عاوز يشوفك أفضل نسخة من نفسك. لما تلاقي حد بيحاول يغيرك للأفضل لازم تشكره، لأن ده مش عدوك، ده أكتر حد بيحبك بجد. لو حسيت إنه بيضغط عليك يوم، افتكر بس إنه بيعمل كده عشان مصلحتك مش ضدك أبدا. هو بيعمل كده عشان يبني فيك، مش يهدك خالص. بس كده.